قتلوا ابنه عشان ما يقولش الحقيقة. اسمه بالكامل عبد الرحمن ابن حسن برهان الجبرت. اتولد في مصر ولكن أصوله بترجع لأريتريا، وبالتحديد لقرية اسمها جبرت. والده كان عالم من علماء الأزهر الشريف وكانوا مرتاحين ماديا، ولكن بعد وفاة والده زهد في الحياة خالص وقرر ان هو هيلف في مصر وهيكتب كتابه المشهور طبعا. وكان وقتها وقت الحملة الفرنسية، ولكن بالرغم ان هو كان بيكتب كل الأحداث زي ما بيشوفها بالظبط، ولكن الفرنسيين والمصريين اشتركوا على حاجة واحدة بس، ان هم بيكرهوه. وده لانه ولا كان واقف في الصف ده ولا واقف في الصف ده، هو كان بيكتب الأحداث زي ما هي بالظبط. اللي حصل للجبرتي كان أسوأ بكتير من القتل، وده لأنه في عهد محمد علي اتطلب منه يعمل كتاب للباشا طبعا يكتب فيه عن إنجازاته والحاجات الحلوة اللي عملها، ولكن الجبرتي رفض يعمل ده، ورفض إن هو يزور أحداث من التاريخ معروفة لحد دلوقتي هي حصل فيها إيه. الجبرتي كان عنده ولد اسمه خليل، وتقدروا تقولوا إن كانت روحه فيه، وفي عهد محمد علي خليل ده اتقتل، وكل الدلائل بتشير إن محمد علي هو اللي أمر بقتله. كل الإشاعات والأقاويل بتروح ناحية محمد علي، وإن هو صمم إن هو يكسر الجبرتي ويخليه ما يكتبش في التاريخ تاني، عشان كده قتل ابنه. ولكن للأسف محمد علي نجح في مخططه، لأن لما خليل مات الجبرتي فقد بصره من حزنه عليه، وقعد 3 سنين ما بيكتبش أي حاجة خالص، ومات بعد ابنه. معظم الأحداث التاريخية اللي قدرنا نوصل لها لحد دلوقتي كانت بسبب الجبرتي وكتابه اللي بيشرح 100 سنة من الأحداث اللي حصلت في مصر، واللي اسمه عجائب الآثار في التراجم والأخبار. ولكن واضح إن في ناس ما بيكونوش عايزين الحقيقة تظهر.